قدم طلبة جامعة كوباني مشروع تخرجهم الذي تمحور حول غناء المرأة الكردية في جامعة كوباني أمس الثلاثاء، وبحضور الطلبة وذووهم وإدارة جامعة كوباني. قدم الطلبة المتخرجون مشروعهم الذي ضم غناء المرأة الكردية والتراث والثقافة ولهجة أهالي كوباني. نجاح إبراهيم إحدى المتخرجات قالت إن مشروع البحث الذي قدموا عليه شيء مهم جدا للغاية، وخاصة أنه يتحدث عن غناء النساء وإبراز دورهن. بدوره أضاف شرفان مسلم الرئيس المشترك لجامعة كوباني أن الطلبة كانوا يجهزون مشروع تخرجهم منذ 6 أشهر، وبأن المرأة الكردية في كوباني تعرضت لصعوبات جمة من قبل الأنظمة الحاكمة الدولية، ولكنها تخطت ذلك. قدمت مشروع تخرجي والذي كان عن غناء المرأة الكوبانية، وأنا أعتبر هذا شيئا مهما للغاية، وكان واجبا علينا أن نتحدث عن تاريخ اللغة الكردية والغناء في كوباني والعادات التي تسود مجتمعنا الكردي في كوباني وخصوصية لهجتنا الكردية. والأبحاث حول هذه المواضيع كلها لها أهمية كبرى ويجب أن يسلط الضوء عليها. خباتن أكاديمي لسرفان مجاران خباتن جرينجن. المشروع الذي عرض اليوم كان عن أغاني أهل ونساء كوباني، وفي الحقيقة كان المشروع غنيا جدا، ونحن منذ 6 أشهر نعمل لإنجازه. والطلبة المتخرجون الذين قدموا المشروع تعبوا كثيرا حتى أتموا إعداده، فهم جابوا مدينة كوباني كلها. وكلنا يعلم أن غناء المرأة ليس بالأمر السهل، وخاصة أننا عشنا في مجتمع تأثر بالعادات، وإضافة للصعوبات فرضت علينا من قبل الدول المهيمنة، وبالأخص المرأة التي أثبتت قدرتها على التفنن في الغناء. وهذا شيء تم إبرازه في المشروع البحثي الذي قدمه الطلبة.